امبارح محكمة جنايات الجيزة الدائرة 23 برئاسة السيد المستشار السيد البدوي برأت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج صباح الخير من تهمة خطف الأطفال، وبرأت أكرم محمد السيد شهرته أكرم النحاس المنتج السينمائي، ومحمد أحمد صلاح عباس مساعد مخرج، ومحمد عبد الفتاح مصور. المحكمة عاقبت المعدة غرام بالحبس سنة مع الشغل والزام بالمصاريف، ووقفت تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات من يوم صدور الحكم. كمان المحكمة بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار محمد أحمد الجندي عقد عطية ناصر محمد دنبايض محارة ومحمد طه سيد سواق بالسجن المشدد 15 سنة تغرمهم 200,000 جنيه. اسلام خالد سيد احمد كبابجي بالسجن المشدد 5 سنوات والزمته بالمصروفات. طبعا القاع بقى زغاريت وافراح وحاجات كتيره جدا يعني. مش هقول بقى قصه ريهام وصلت ازاي وقصه ازاي، لكن اللي هقوله انه هي خدت براءه تمام الحمد لله، بس يعني ريهام قعدت بقى القضيه بقى اكتر من 15 يوم في السجن، مسجونه محبوسه جوه السجن. ربنا ما يحكم على حد. موضوع السجن ده يا جماعه موضوع صعب جدا. انا مره وحيده في حياتي رحت زرت حد كان عزيز عليا، يعني قلت إله يا رب ما يحكم على حد ابدا بموضوع السجن ده، ولما يقعد يحكي لك تفاصيله. يعني ريهام برضو نجمة مجتمع، يعني دي مذيعة ودي ممثلة، وهي على فكرة عملت خير كتير جدا. حضرتك تتفق تختلف معايا انت حر، تتفق تختلف معايا انا انت حر، انا ما عنديش مشكلة. رأيك وحريتك ده على راسي من فوق، سواء كان بحب او بكراهية. لكن الحملة اللي تعرضت لها بقى ريهام والطعنات الشديدة جدا جدا وتوجيه الاتهامات الصعبة والفظيعة والشنيعة، واللي يقول لك ينتظرها حكم مؤبد وقال لها 15 سنة، يعني لو القاضي رايحين بيها 7 سنين، والناس سبقت في الحكم على ريهام بدون داعي. يعني برضه الحقيقة احنا ليه ما بنستناش؟ ليه ما بنصبرش؟ ولولا ان كلمة القضاء كانت عاجلة، وطبعا عادلة دي ما فيهاش فصال، لكن عاجلة دي العدالة الناجزة، كان ممكن يتم التأجيل لأسبوع واثنين وشهر واثنين وسنة واثنين. في قضايا بتتداول بوقت طويل جدا جدا جدا. كان عندها ألم نفسي بالتأكيد، أكيد خرجت من هذه التجربة أكثر قوة وأكثر إصرارا وأكثر تصميما. لكن اللي أنا عايز أقوله هو احنا كإعلاميين كارهين بعض كده ليه؟ واحنا بنعامل بعض بالشكل القاسي ده ليه؟ حتى في وقت أزمة زميلنا العزيز جدا خيري رمضان البعض ما صدق وراح داخل وراح شايط مش بالشكل ده يا جماعه. خلينا نصبر شويه نعرف الدنيا شكلها ايه. في قضيه امبارح ولا اول امبارح رئيس فرنسا السابق او الاسبق ساركوزي كان محبوس. حصل ايه من القاضي؟ عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين القانون في فرنسا بيلزم التحقيقات انه المحبوس يتحبس 48 ساعه بس حبس احتياطي. عايز تديله حكم بقى بالحبس اللي هو على ذمه القضيه اديله، لكن الحبس الاحتياطي 48 ساعه. اول امبارح لان ده رئيس سابق فالراجل قال له اتفضل روح بيتك وتجي لنا بكره نكمل التحقيق. اتفضل روح بيتك وتجي لنا بكره نكمل التحقيق. حتى قال لك دي في حاجه سابقه لم تحدث يعني. لكن احترام النفس البشريه ده مهم جدا، يعني ما اعتقدش انه امر يزعل. يعني انا مش عايز منك غير ان انت تعاملني باحترام. لو انا استحق الاعدام اديني حكم بالاعدام، انا مش مختلف برضه في ده، ولا مؤبد ولا مشدد ولا اي نوع من انواع الاحكام. احترام البني ادم من ساعه ما يدخل اسم الشرطه وحقه يترحل على السجن في اكتر من كده يقضي مده عقوبته او انه يخرج، ده مهم جدا يا جماعه. وانا دايما بنادي بهذا الامر، احنا في اشد الاحتياج لده. ساركوزي بقى امبارح الراجل قال له اتفضل، لكن القضيه شغاله، لكن قال له اتفضل خلاص انتهى التوقيف. وهناك بيسموه توقيف، احنا بنسمينا حبس، حتى كلمه توقيف احسن شويه. وهم بيحاكموه انه في 2007 في شبهه انه تلقى دعم من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، اللي ابنه دلوقتي الغرب بيفضل انه سيف القذافي يبقى رئيس ليبيا. حد فيكم فاهم حاجه؟ حد فيكم فاهم حاجه؟ ما هم اللي جريوا ورا القذافي عشان يقتلوه، هم اللي بيجروا دلوقتي عشان يجيبوا سيف القذافي عشان يبقى رئيس ليبيا، عشان بعد سنتين يقول لك من شابه اباه فما ظلم، فترجع القصه تاني. دي حدوته كبيره جدا مش عايزين نتكلم فيها دلوقتي. لكن اللي عايز اقوله انه انا بقول لريهام الحمد لله على السلامه، وبقول للفريق عملها كله الحمد لله على السلامه، وبتمنى ان انا اشوفها على الشاشه بسرعه جدا. لما سالوني في موضوع الصديق والزميل العزيز خير رمضان رايك ايه؟ قلت لهم تاني يوم يطلع على الهوا.
قلت لهم تاني يوم يطلع الهوا. قالوا اصل خيري نفسيته تعبانه. قلت له تاني يوم يطلع الهوا. وزي ما قلت لكم كنت سعيد جدا لما قابلته في اللقاء الغذاء اللي كان سياده الرئيس مع الرئيس السوداني عمر البشير. احنا دوله ما بتنتقمش، بس احنا عندنا اعلام صعب شويه، والاعلاميين مع بعض بيحبوا بعض قوي، عاملين كده زي حراس المرمى. تلاقي 2 حراس المرمى، باعتباري كنت حارس مرمى سابق يعني، تلاقي الحراس المرمى يعني حابين بعض قوي بشكل جميل يعني وشكل صعب يعني. احنا كمان كاعلاميين بصراحه اول ما بيقع واحد بتلاقي في ناس قاعده مستنيه ماسكه السكاكين. كان زمان لا مؤاخذه يعني يقول لك العجل وقع كتره سكاكينه، دلوقتي الاعلامي وقع كتره مسدساته ومتروليزاته ودباباته وطياراته كلها رايحه تخلص عليه، مع انها للاسف الشديد بتيجي من زملاء. الحمد لله على السلامه لرهام سعيد، والحمد لله على السلامه كمان للي خرجوا بالعفو الرئاسي. يا رب ان شاء الله كل الناس ترى حريتها وتستمتع بالحريه.